كان من عادة السلف في رمضان أن يربوا أطفالهم على الصيام، ولك أن تتصور أن طفلا يصوم 14 ساعة في شدة الصيف والقيض كانوا يتحايلون عليهم بشتى الحيل من أجل أن يصبروهم على الطاعة، ولم يكن هذا شأنهم فقط في الصيام، بل كان هذا في الصلاة وفي غيرها من الطاعات. نحن في عصرنا هذا لا يجد أطفالنا ما يجد أطفالهم، لكن ثمة وسائل أخرى نستطيع أن نربيهم بها على غير الصيام أيضا. نستطيع أن نجعلهم يشاركون معنا في إفطار الصائمين، أن يذهبوا معنا لنوزع الماء على المحتاجين أو نوزع الطعام على الأسر الفقيرة. ثمة وسائل كثيرة نستطيع أن نربي بها أولادنا على فضائل الأعمال في مثل هذا الشهر الكريم. إن تعويد الطفل على الخير يجعل الخير عنده عادة، وقد أحسن الأول حينما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. تواصل، أن تتميز بالتغطية.